صباح الخير والسعادة. وسعادتي دايما بتكون لما بعمل لكم فيديو بيكون على المزاج، وفيديو النهاردة على مزاج المزاج. ومزاج المزاج هو لما بتكون في حاجة حلوة في بلدنا ونعرفها سوا. قبل كده عملنا فيديوهات عن حصاد الياسمين، وعرفنا معلومات كتيرة جدا ان مصر بتنتج 60% من انتاج الياسمين في العالم. وكمان حضرنا مع بعض حصاد المانجا. النهاردة بقى هنحضر مع بعض حصاد البلح. اللي عايزاكم تعرفوه ان مصر الاولى عالميا في انتاج البلح. هتقولوا لي الله، امال السعودية راحت فين؟ مصر بتنتج حوالي 1.7 مليون طن من التمور سنويا، لكن السعودية بتنتج 1.5 مليون طن من التمور. ده الفرق بين السعودية وبين مصر. السعودية فيها الأنواع أكتر وأجود، أما مصر فيها كم أكتر. دي حاجة. الحاجة التانية، مصر بتنتج حوالي 21% من الإنتاج العالمي من التمور. على مدار اليوم هنا في البيت في الأراضي الزراعية بياكلوا ويشربوا ويقضوا يومهم هنا، وآخر النهار بيروحوا البيت. تمام. وبعد كده بقى هنبدأ ناخد الجولة وهنتعرف على كل حاجة. يلا بينا. يلا مستر عبده. وهنا كده انا وصلت المكان اللي هنجمع فيه البلح، وهي دهشور. ودهشور تبع محافظة الجيزة، بينها وبين القاهرة حوالي تقريبا 35 كيلو. عبارة عن 5 قرى اللي هم منشية كساب ودهشور وزاوية دهشور ومنشية دهشور ومزغونة. دهشور مساحتها حوالي تقريبا 70 كيلو، بيسكنها حوالي تقريبا 40,000 نسمة. بلد جميلة وهادية وكلها زراعية وكل الأماكن فيها خضرة. ناسها طيبين جدا، كلهم عايشين حياة القروية. دهشور فيها كمان جزء أثري اللي هو فيها الهرم المنحني والأحمر والهرم الأسود، ودول من أقدم الأهرام في مصر. الناس هنا الفلاحين بيجمعوا فيه البلح ده البلح السيوي. البلح السيوي ده نوع من انواع البلح. احنا عندنا 3 انواع، في الامهات وفي الحياني اللي هو زي الزغلول، والامهات ده شبه السماني، والسيوي ده برضو قريب اصفر اورنج كده شويه، قريب من السماني. ده احنا بننشره دلوقتي. البلح ده النوع الثالث ده بننشره عشان نعبيه بعد كده في بوكسات ونبدا بنصدره بره مصر وجوه محافظات مصر. فدي موضوع النشر ده المنشر دي مرحله من مراحل النشر البلح السيوي. هو البلح بقى ان شاء الله نبدا نتفرج عليه قدام. هنا كده دي عمليه نشر البلح او تجفيف البلح. عمليه التجفيف بان هما بيبتدوا يحطوا البلح على ارض مستويه بالطريقه ديت، ويسيبوه بقى متعرض للشمس، وبعدين طبعا يتقلب يوم بعد يوم. طبعا بيبقى مفروش حاجات في الارض وهو بيتحط عليها عشان طبعا عنصر النظافه. بعد كده بعد ما يجف بيبتدوا ان هم بعد كده يعبوه في اشوله خيش بتكون جيده التهويه عشان طبعا ما يتعرضش للترطيب. طبعا احنا عندنا اماكن كتير جدا بتنتج البلح في مصر. عندنا البلح العرايشي والبلح السيوي والبلح الاسواني اللي هو من اجود الانواع البلح، وكمان بتعمل له مهرجان سنوي من 8 اكتوبر ل 10 اكتوبر من كل سنه. وعمليه جني البلح بتتم خلال 3 شهور اللي هم سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، يعني لسه معانا شهر كمان من الجني اللي عايز يروح ويخوض التجربه. هنا كده انا وصلت بيت الاستضافة. المكان جميل قوي، واهل البلد على فطرتهم جدا، وناس كرمة جدا جدا، وكلهم بيتعاونوا في كل حاجة. هنا في القرية الجميلة دي كله بيشتغل. الستات بتشتغل، الاطفال الصغيرين بيشتغلوا، الرجالة بتشتغل، مفيش حاجة اسمها بطالة عندهم. هنا طبعا احنا كنا بنحضر الفرن علشان نعمل بقى عملية الخبيز وكده. العيش اللي هناكله طبعا هما بيخبزوا لنا عيش بناكل بيه، وبعد كده بيعرضوا الباقي للبيع. وطبعا اشترينا طبعا منهم كتير، والحقيقه الناس يعني جميله وحاجات كده مبهجه كده، تجربه جديده اول مره امر بيها. هنا طبعا الخير كله، تحس ان المكان مليان خير. يعني بتهيالي مصر دي لو جه مجاعه في العالم كله استحيل يجي مجاعه في مصر، مستحيل. خير بلدنا كتير قوي. هنا طبعا ده الخبيز اللي هو العيش اللي هناكله.
ايه القمر ده بس. هنا كان بيتم تحضير الاكل اللي هناكله ده. طبعا الاطباق بتاعتنا احنا كنا مجموعه كبيره. بس انا عايزه اقول على حاجه، يمكن الاكل يظهر عادي يعني سلطه ومحشيات وفراخ، صينيه فراخ وملوخيه، بس عايزه اقول لكم ان دي اطعم ملوخيه انا اكلتها في حياتي، اطعم اكل انا اكلته في حياتي. يعني فعلا بيفرق المكان، بيفرق ان الحاجه جايه من الارض على طول ومعموله. وكمان هم ما شاء الله عندهم نفس في الاكل، عارفين اكل امهاتنا وجداتنا. هو ده الطعم اللي احنا عمرنا ما بننساه. وكان يعني الحقيقه مش عايزه اقول لكم قد ايه هو جميل، وقد ايه طعمه جميل، وقد ايه هم ابدعوا فيه. الملوخيه كانت تحفه تحفه تحفه. حاجات كده يعني ماشي عشان ما ينامش، مش عارف يتاجي يجمع نفسه. وكان طول ما احنا قاعدين طبعا مشروبات بقى، ليمون وشاي، طبعا شاي زردة طبعا. والشاي الزردة عندهم طبعا معمول على الفحم، وطبعا ما فاتنيش ابدا ان انا لازم اعمل الشاي بنفسي واشرف عليه. بصوا هو كل حاجة كانت فيها تجربة حلوة، يعني كل حاجة كده كانت لذيذة وجميلة وهادية، والحياة اللي هي البسيطة، مش حياة الزحمة اللي احنا عايشينها. لازم كل فترة نفصل، الحقيقة بجد لازم كل فترة نفصل في مكان يكون هادي، مفهوش ضغوط، مفهوش كلام كتير، ولا في ناس بتحقد، ولا في ناس طيبة، ناس على الفطرة. اي حاجة تعملها هي حلوة، تعمل كل حاجة ببساطة وبهدوء. لازم كل فترة تفكروا ان انتوا تعملوا حاجة زي كده لنفسكم. لازم تفصلوا يا جماعة. بجد انا من الحاجات اللي كان نفسي تبقى عندي، يبقى عندي ارض فيها زرع على قدي انا، بس يعني زرع على قد المحصول اللي انا اكله. اعمل فيه شاي زردة زي كده، اشوي، يعني اعمل فيها جنينة. كان نفسي يبقى عندي مكان كده. المكان على قد ما هو بسيط، على قد ما هو كان كله معمول من خامات الطبيعية، يعني البيبان من الخامات الطبيعية، من البوس ومن الحلفة. الكراسي اللي كنا قاعدين عليها كلها معمولة من الحاجات الطبيعية. ما فيش هنا حاجة صناعي أبدا، كله طبيعي. المكان كان أكتر من روعة. ودهشور بلد 2 مليون نخلة، اللي فيها البلح بيعتبر غذاء مهم جدا، وكمان مصدر دخل لكل المزارعين المحليين اللي موجودين فيها. المنتجات اولا الفرق بينهم الخوص اللي جاي على الميه بيعفن، الحلفه لا بتتجفف في الشمس ولا على الميه. الخوص اللي هتتحط في الشمس بيطرى ويبوظ، الحلفه او الدور واندور بتستحمل الشمس والدم. الخوص جذب الحشرات والسوس العفن، الحلفه لا خالص، بتعيش بال10 سنين. احنا بنعمل سجاد متر و2 متر و3 متر وبنفرشين فنادق كتيره جدا. الطريف في الموضوع ان في صندل معمول من نبات الحلفه من 3500 سنه موجود في المتحف المصري في الدور الثاني. احنا ما عرفناش ده الا بعد ما بدانا واشتغلنا بالصدفه. هم شغالين الصدفه اللي اكبر من كده ان الصندل ده طالع من هنا من دهشور، من المنطقه الاساسيه بتاعت دهشور. او العرق يمد لسابع جد برضه. عرفنا كده عملنا محاضرات بالتعاون مع وزاره السياحه ووزاره الاثار، بنشرح للمدرسه انترناشونال اللي هو التصميم الحديث والقديم مع الفرق. وفي نفس الوقت الحاجه دي طالعه من نفس المنطقه اللي طالعه منها من 3500 سنه. انا عايزه اشكرك جدا. العفو تحت امرك. حاليا الاولى عالميا في انتاج التمر بمليون و100 الف طن. تمام. احنا هنا في دهشور بنتبع مدينه البدرشين حوالي 25 قريه، من ضمن 4 قرى بتشتغل بالبلح، من ضمنهم دهشور. ال4 قرى دول بينتجوا حوالي تلت انتاج مصر من البلح، حوالي 350 الف طن. مش واخدين نفس شهره سيوه ولا الواحات، لسبب ان سيوه والواحات ما فيهاش نفس كميه الانتاج، بس فيها انواع اكتر من هنا. احنا عندنا 3 انواع اساسيين بس هنا، في سيوه فيها 11 نوع، في العالم كله في حوالي ازيد من 1100 نوع. تمام. احنا عندنا هنا البلح المهات اللي احنا كرمناها بعد الغداء ده فريش بيتجمع يومي. في عندنا البلح الحياني اللي هو بتقولوا عليه زغلول، بس ده مش زغلول، ده الحياني اللي هو بيرطب، ده بيقعد حوالي 10 15 يوم ويخلص عشان كويس جدا، ونوعيته طعمها مختلف عن بتاع رشيد ودمياط.
كل المحافظات بتيجي تاخد منه في وقت الحصاد. عندنا النوع الثالث النوع الاقتصادي، النوع السيوي. السيوي ده اللي بيتكبس يعمل عجوه. تمام. النوع ده ليه؟ النوع ده بيتحصد وبيتجفف في الشمس حوالي من 5 ل 6 ايام عشان يتجفف، وبعد كده يتغسل، وبعد كده يتكبس عجوه، يتعبى في البوكس الصغيره كده، يتخزن سنه او يروح المصانع. ليه بيتكبس عجوه؟ عشان يفضل محفوظ سنه كامله من غير اي مواد حافظه ومن غير ما يسوس ولا يعفن. ودي طريقه مصريه قديمه ما زال الناس بيشتغلوا بيها لحد دلوقتي. تمام. احنا في حاجه مهمه في النخل، احنا النخله تعتبر مفيده في كل شيء. بنستخدم نخله من اول الجذور لحد الفروع اللي فوق. الفروع اللي فوق ديت في الجريد بنستخدمه في الكراسي، في البرجول اللي انتوا شايفين عليها. الخوص نفسه اللي هو الطري ده بنعمل منه سجاد وبساكت وحاجات ثانيه مختلفه جدا. الليف نفسه بيخش في صناعات كتيره، واحيانا بيخش في الحموم نفسه لان حاجه ناتشر ومفيده جدا، احسن من اللوف نفسه. الحاجه الثانيه الخشب نفسه بتاع النخله نفسه بتاع الجذع بنستخدمه في الخشب وحاجه. والحاجه الثانيه اصلا النخله المفروض بتنتج في السنه حوالي 65 كيلو ويست ريسايكل. 65 كيلو ويست اتعمل عليهم ابحاث في المانيا انهم ينفعوا يخشوا خشب ام دي اف، ومن اجود من احسن خشب من احسن من خشب الام دي اف الموجود حاليا. تمام. ده جزء. الجزء الثاني احنا رغم ان احنا مصر الاولى عالميا في انتاج البلح، رغم ذلك ما بنصدرش ال 20% من انتاجنا. بناكله احنا بقى ولا ايه؟ بناكل البلح ليه بقى ما بنصدرش 20% من انتاجنا؟ اولا السعوديه بتصدر 80% من انتاجها، رغم ان واخده المركز الثالث دلوقتي في الانتاج. عشان احنا انتاجنا الانواع اللي عندنا في مصر فريش طازه بتبوظ بسرعه ما ينفعش تصدر، ومش ذات جوده عاليه زي المجدول وزي البرحي. المجدول الكيلو بيبدا من 200 ل 350 جنيه الكيلو، البرحي نفس القصه. تمام. ليه ما بنزرعش مجدول برحي احنا كفلاحين هنا؟ عشان سعر الفسيله نفسه بيبدا من 2000 ل 6000 جنيه، فده كوست على الفلاح عشان يجيب 100 فسيله او 200، فده كوست كبير. بس بدات الحكومه وبعض رجال الاعمال يتوسعوا في زراعه المجدول والبرحي في المزارع الكبيره في مصر، اسكندريه، في الواحات، في توشكا، في المزارع الثانيه. يمكن بعد كام سنه هيبقى عندنا اعداد كبيره، لان لما كل ما انتشر كل ما انتشر زراعته كل ما الفساد تكتر والنوع ينتشر اكتر. ده جزء. الجزء الثاني اعتبر البلح ما فيهوش هدر، حتى النوى بتاع البلح نفسه بنستخدمه في بعض الصناعات. النوى نفسه بيخش علف للجمال بتاعت سينا، بيروح بينتجوا منه بن طبيعي بيتحمص ويتطحن ويتحط مع الفليفر بتاع القهوه، وده ما فيهوش كافيين، فري كافيين. تمام. زمان كانوا بيصنعوا منه الكحل بتاع العين ستات. ده جزء. فالنخله ما فيهاش يعتبر هدر، النخله مفيده في كل جزء فيها. احنا دايما كمان احنا حاجه نقطه بقى، النخله ما بنزرعهاش من النوايا من السيدز لسببين. لو انا زرعتها من السيدز هتديني ممكن ميل مش في ميل، ذكر مش انثى، يعني ما تدينا حاجه مش هتطلع بلح. غير كده حتى لو هي طلعت في ميل انثى ممكن تديني نوع من انواع البلح جديد مش نفس النوع اللي انا عندي. والنوع الجديد ده ممكن يطلع حاجه حلوه وحاجه وحشه. فالافضل ان انا بزرع منين؟ باخد البيبي الصغير دي بنقلها في اي مكان انا عايز ازرعه. بتطلع بلح بعد قد ايه الفسيله ديت؟ من 3 ل 5 سنين. لو مكان فيه نخل زي كده بعد 5 6 سنين، لو مكان ما فيهوش نخل خالص بعد 3 سنين تطلع بلح. النخل ده يا جماعه الجذور بتاعته بتبتدي تحت الارض 3 متر 4 متر، فانت عشان تحطه هنا فبتاخد الغذاء النخله القديمه. النخل اللي احنا واقفين تحتيه ده عمره من 80 ل 90 سنه. تمام. هنشوف دلوقتي طريقه الحصاد بيطلع ازاي وبنحصد ازاي. النخله كل ما زاد كل ما زاد عمره. بتبدأ مراحل جني البلح بالعمال اللي بتسلقوا النخل بالطريقة اللي شفناها دي. ما شاء الله عليه رشاقة، يعني يتحسد عليها. بيبتدي ان هو يهز النخلة وبينزل البلح في الطبق الواسع دوت اللي احنا شايفينه. ده طبق معمول من القماش، عبارة عن طوق ومعمول حواليه قماش. بعد كده خطوة بالحبل لفوق واليمين والشمال، وهقف بحطه في وسطي عشان اخد صورة. تمام. الطلوع سهل والنزول ماشي، النزول مش سهل عشان ما حدش ياخد الحماسة ويحاول. وزي ما قلت لكم هنا كله شغال. الستات هنا شغاله بنبات الحلفه، بتعمل منها حاجات جميله قوي فنيه كلها. بتعمل منها مفروشات وشنط وطواقي قبعات وحصير وبراويز واواني كده بيحطوا فيها العيش. بصوا بيعملوا حاجات جميله جدا جدا من نبات الحلفه دوت، بيضفروه وطبعا وكستر وكلام كده. زمان كانت الناس بتاخد نبات الحلفه ده تحرقه وتتخلص منه، لان هو بيظهر على جوانب الترع والنيل ومالوش اي استخدام، فهم قرروا ان هم يستغلوه ويعملوا منه منتجات مفيده. ومنتجاته على فكره جميله جدا. ودي هنا المنتجات اللي هم عاملينها، بصوا جميله ازاي، حاجات تحفه كلها حاجات طبيعيه هاند ميد. اسعارها من 50 جنيه وممكن لحد مثلا 300-400 جنيه. طبعا بيعملوا منها بقى العياشات والكستر وحاجات تتحط في المطبخ وحاجات للزينه. ودول كده اللي انا اشتريتهم، اخدت كستر واخدت عياشه مفتوحه وعياشه تانية مقفوله بالغطا.
طبعا الحاجات دي لما بتتباع بره في المعارض بتبقى بأرقام يعني. وطبعا اشترينا تمر وبلح وكمان عيش. وبعد ما خلصنا الجولة بتاعتنا والقعدة بتاعتنا الجميلة جدا مع الناس الجميلة جدا جدا اللي فعلا تحسسك بطيبة بلدنا وطيبة أهلنا، وقد ايه هم ناس طيبة زي أرضها. اخدنا بقى طبعا الكارو دوت، وصلنا لحد الاتوبيس بره، لان الاتوبيس ما كانش ينفع يدخل الطريق دوت. ومش عايزه اقول لكم قد ايه تجربه يعني، على قد ما هي حلوه كانت كلها رعب. كنت خايفه اتقلب هنا في المصرف او الترعه دي. وكمان كنت انا شغاله منه بالنسبه له الGPS بتاعه، كل شويه اقول له خلي بالك خلي بالك تعالى يمين. كانت تجربه جميله جدا بس مرعبه. وكده اكون خلصت جولتي معاكم النهارده. يا ريت اللي شاف الفيديو يعمل لي اشتراك في القناه ويعمل لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا. بلدنا جميله وفيها حاجات جميله عشان تدعموني اكتر ان انا اوريكم حاجات اكتر. وشكرا ليكم، باي باي.